هي الأخت الكبيرة لفنان مشهور وليه جمهور كبير وهو النجم محمد رمضان، وظهرت معاه في آخر إعلان عمله لشركة من شركات الاتصالات هي اللي بتختار له لبسه، وبالنسبة له هي أمه التانية. كانت في كلية آداب فلسفة واتخرجت منها بعد 12 سنة. تجارتها والبزنس بتاعها هما اللي حلوا لها مشكلة الخلفة عندها. تعالوا مع بعض نعرف مين هي إيمان أخت الفنان محمد رمضان وإيه نوع البزنس بتاعها. خليكم معايا. إيمان هي الأخت الكبيرة لأخين أصغر منها، وهما الفنان محمد رمضان ومدير أعماله محمود رمضان. ظهرت إيمان مع محمد رمضان في آخر إعلان عمله لشركة من شركات الاتصالات وخطفت الأنظار. درست إيمان الفلسفة في كلية الآداب، لكن قعدت في الكلية 12 سنة لحد ما اتخرجت. لكن نوع البيزنس بتاعها هو اللي مفاجأة. يا ترى هو إيه؟ كملوا معايا الفيديو ده وأنا هقول لكم. عملت إيمان بيزنس خاص بيها ونجحت فيه بعد استمراره 15 سنة، وهو تجارتها في مجال إنتاج العسل. إيمان عندها شركة خاصة بيها لبيع منتجات عسل النحل بكل أنواعه، وكمان محلات كتير لبيع العسل. آخر واحد فيهم افتتحته سنة 2018 في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وده عشان تكمل سلسلة محلات العسل بتاعها. وكانت إيمان رمضان قالت قبل كده بشكل صريح إنها عانت من تأخر الإنجاب لأكتر من 5 سنين بعد زواجها الأول، وشغلها في تجارة عسل النحل هو اللي رجع ليها التوازن النفسي. ومش بس كده، قالت كمان إن العسل هو اللي ساعدها وهيأ ليها فرصة الحمل بعد ما حلت المشاكل الصحية اللي كانت عندها. وقالت إيمان إن كل الناس بتجري ورا الحلول السريعة للعلاج، لكن ربنا خلق لينا منتجات طبيعية ممكن نستخدمها بشكل طبيعي. بدأت إيمان تشتغل في إنتاج العسل من سنة 2002 لما كانت وقتها عندها مشاكل في الحمل وبتروح لدكاترة كتير، وبعد كده بدأت تعالج نفسها بالعسل، وتعرفت على ناس من اليمن ساعدوها إنها تعرف عن العلاج بالعسل أكتر. بعد ما جربت أدوية كتير وما جابتش معاها أي نتيجة، وفعلا العلاج بالعسل جاب نتيجة مع إيمان وخلفت ولد. وقالت إن العسل مهم جدا في العلاج وإنه بيعالج الجسم بشكل كامل. إيمان عندها مناحل عسل، ولحد دلوقتي بتشتري مناحل تانية بس بمواصفات معينة، وده عشان النحل لازم يكون ليه طريقة تغذية معينة. يعني في مناحل بتغذي النحل على المية والسكر، بس إنتاجها وقتها بيكون مش كويس. لكن اللي بيخلي النحل يتغذى بطريقة صحية ويخرج عسل ممتاز هو زهرة البرسيم. وبالنسبة لمحمد رمضان فهو بيدعم إيمان جدا في مشروع علاجها بالعسل الأبيض، ودايما بيشجعها وبيحضر كل افتتاح محل جديد ليها وبيقص الشريط كمان، وبيقول عنها إنها أحن قلب في الدنيا وهي اللي بتختار له لبسه، وبالنسبة له أمه التانية. إيمان قالت إن جملة ثقة في الله نجاح اللي محمد رمضان بيقولها على طول في كل أفلامه ومسلسلاته اتربوا عليها، ووالدتهم هي اللي ربتهم على الثقة بالله والثقة بالنفس طالما الإنسان بيعمل دوره على أكمل وجه. وعلى مقولة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، اتعرضت إيمان لأزمة كبيرة بسبب اتهامها بالغش في العسل، وعاقبتها محكمة جنح البساتين بالحبس سنة وتغريمها 10,000 جنيه. وقالت المحكمة إنها بتصدر عسل مغشوش، لكن بعد استئنافها قررت المحكمة إلغاء الحبس وتأييد الغرامة بس. يا ترى عندك معلومات تاني عن أخت محمد رمضان ولا لأ؟